الشهيد جمال ياسين كان من ضمن قواتنا المركزية المحمولة الضاربة اللي كانت تتصف بنوعية جيدة من القتال وتحسبا لأي طارئ بيصير على أحد أي محور من محاورنا. أعطيت الأوامر من قبل المجلس العسكري بالذهاب إلى منطقة المتحف والتمركز في الخطوط الخلفية لقواتنا. وعندما دارت هذيك المعركة على منطقة المتحف في مواجهة العدو الصهيوني، طلب مني الأخ إبراهيم أحد ضباط المحور بمؤازرته تحسبا لمعركة كانت فيها قواتنا تمركزت ببناية السعيد اللي هي مبنى استراتيجي للمنطقة. هي مبنى السعيد بيوقع بالخط الفاصل ما بين المحكمة العسكرية والإيكول دي لاتر. معلم كان يتواجد فيها قوة معينة من فئة معينة، يمكن على علم فيها الأخ أبو شوقي. فعندما دارت المعركة الحامية بهذيك المنطقة، اجتمعنا خلال غرفة عمليات سريعة مصغرة لدراسة الوضع القتالي في المنطقة بالنسبة لانتشار قواتنا. بتعرف كنا نحن نعتمد على اسلوب القتال، يعني دائما إقراع الخسارة، اكبر خسارة ممكنة في قوات العدو واقل خسارة ممكنة لقواتنا ضمن تكتيك عسكري جيد. عندما دارت المعركة في هذا المربع بالذات وأزرنا ضابط المنطقة الأخ إبراهيم ووضعنا في الصورة الحقيقية للموقع، تم على أساسه انتشار قواتنا، وكان من ضمنها الشهيد جمال ياسين اللي كان هو ضابط مجموعة تمركزت في مبنى السعيد. ولما دارت المعركة بهذيك المنطقة وتصدت فيها قواتنا ومقاتلينا، سقط الأخ جمال ياسين شهيد، وقامت القوات الإسناد بسحبه من الموقع، وهو كان من الإنسان المؤمنين. كان قبل ما يفارق أو يفصل الروح كان على قول المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، مما ثبت العقيدة في نفوس الشباب وتابعوا المعركة كأنه جمال ياسين بعده موجود. القوة المحمولة الضاربة لقوات المرابطون هي قوة تتواجد في سكناتنا العسكرية تحسبا لأي طارئ للحسم في أي معركة، قوة تدخل سريعة للفصل في معاركنا لتحقيق هدف معين تنفيذا لقرار سياسي صادر عن الحركة. طيب، بالنسبة لمحور المتحف، بصفتك مسؤول قوة المرابطون المركزية اللي كانت تشرف على منطقة المتحف، فينا نعرف بما انه منطقة المتحف لعبت دور اساسي وكان لقوات المرابطون الاساس، او كانوا بحالة تقدم دائم في منطقة المتحف، ففينا نعرف هالمنطقة شو لعبت من دور وشو لعبت قوات المرابطون من دور. صحيح. عندما اجى القرار السياسي بالتواجد في منطقة المتحف وكان في ضباط من الحركة مفروزين الى المنطقة بشكل انه مربع ومنطقة خاصة، ومؤازرة القوة المركزية لأي محور كان، إن كان المتحف ولا كان النورماندي ولا منطقة الوزاعية اللي توجد فيها قواتنا بشكل مستمر، كنا عادة نظهر ونتباحث مع ضباطنا في المحاور كيفية العمل اليومي، يعني وشو ردات متطلبات المواقع، وعلى أساس يدعونا بالصورة اليومية إن كانت احتياجات عسكرية، احتياجات لضباطنا في سلاح المدفعية لتثبيت المواقع والمراكز. فعندما اجتمعت بالاخ ابراهيم في منطقة المتحف كنت حابة تشاورت انا وياك حقدنا ندردش مع بعض، وقلت له شو رايك بالوضع هون وبالقوات الاسرائيلية المعادية لي؟ قال لي نحن كنا عايشين بمرحلة في ضمير الغيب، مستعدين نواجه، بس بعد لحد هلا ما عارفين شو اوضاعنا، بس نحن نزلنا انفسنا عشان ما نخلي القوات الاسرائيلية اللي هي اعتى دولة بالعالم تجعل اقدامها تطأ منطقتنا الوطنية وتكون يعني منطقتنا ممسحة لاقدام الغزاة. بدنا نتصدى، بدنا نموت بشرف، بدنا نقاتل ضمن قرارنا السياسي، نحن نزلنا نفسنا ضمن عقيدتنا الناصرية. فبسألته انت اذا صار معك معركة هلا بدك تواجه فيها شو عندك امكانيات؟ قال لي نحن مستعدين، لأنه أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم بمعاركه كان لما ينادي حي على الجهاد وعلى الصلاة كان ينادي
يقول يا آل السمرة يا معشر الأنصار بحق آل سورة البقرة لقد حسحس الأمر ليسوا علينا بقادرين وأنا عليهم لمنتصرون وشاهد الوجوه. كانت هذه عقيدة بتتطلب من شبابنا عم تعطيهم عزيمة، كانوا يقوموا الصلاة خلف المترس ويقاتلوا بشرف من أجل شهادة شريفة. بعد كل ما حصل نكرر قولنا ونقول إن الشهداء الذين سقطوا من أجل الأهداف والعقيدة ومن أجل القضايا تتعلق بمصير هذا الوطن العربي نقول لمسببي هذه المأساة ربما تستطيعون سحق الزهر بين أقدامكم ولكنكم لن تستطيعوا أبدا أن تزيلوا أمرها. وغدا عندما ستكبر يا ولدي ستعرف أن والدك الذي سقط من أجل أن يكون هناك عدالة ومساواة لكي تعيش في حياة أفضل مما كانوا هم عليه. وغدا عندما ستكبر يا ولدي ستعرف أن هناك قوة أو فئة قليلة مؤمنة قاتلت في كل مكان من أجل وطن حر سيد وكريم، هم قوات المرابطون، قاتلوا بشراسة، سقطوا من أجل قضيتهم، روت أرض هذا الوطن بدمائهم الذكية وذهبوا في طريق الجلجلة طريق الشهادة لتحقيق أهدافهم. ولكن يا ولدي ستعرف أن القوى الشرسة التي حاكت المؤامرات الدنيئة تحطمت على صخرة صمود ذلك هؤلاء الشهداء، حيث أن كل ما بناه هؤلاء الشهداء الأبطال في هذا الزمن الرديء حاولت هذه القوات أن تسحقه، ولكن لم يستطيعوا أن يضعوا ملاحمهم في طيات النسيان، حيث أن التاريخ لن يسمح لهم بذلك. أبو شاكر حطمنا حكم العساكر. أبو شاكر كل يوم ليلي نطلع دوري يا عيني نطلع دوري. الذي عدت من الموت أحيا وأغني، إنني عدت من الموت أحيا وأغني، إنني مندوب جرحي لا يساوي علمتني ضربة الجلد أن أمشي على جرحي وأمشي ثم أمشي وأقاوم. صوت لبنان العربي، صوت الجماهير، صوت الحركة الشعبية.